اجتماع مجلس إدارة نادي منتخب السويس؟ يعني ما يعني اولا هو الاختلاف في الراي لا يفسد الود عليه. أكيد. واي مجلس اداره في الدنيا بيبقى فيه الراي وراي الاخر. صحيح. احنا كنا قاعدين في مجلس الاداره وطرح اسماء، نعم. فتم اختيار باغلبيه الحاضرين او بشبه اجماع على الكابتن خالد. يعني المهندس اسماعيل بدره ليه فكر وانا ليا فكر واستاذ باسم ليه فكر، فبنقول على الترابيزه بكل الحب وبكل الانتماء للنادي. اتعرض 3 اسماء، اخترنا كابتن خالد جلال، وليه اسباب اختيارنا ليه يعني. اختيارنا للكابتن خالد ان هو عمل فرقه محترمه جدا من وجهه نظرنا الشخص، يعني الناس اللي وافقت ان هو بدأ الاول من اول السيزون جايب احسن اهداف واقوى دفاع. حتى في دورة الترقي كنا هي 30 ثانية اللي فرقت معانا، 30 ثانية بس. لو كن 30 ثانية تعدت كان وصلنا الممتاز، ومع ذلك كنا احسن فريق في دورة الترقي بالنسبة للاهداف وبالنسبة لاقل فريق دخل فينا جوان. صحيح. راجل معاه فرقة محترمة، قدر ان هو يعمل تجانس بين الفرقة. فاحنا قلنا لا، بدل ما نبدأ من الصفر، ما هو الراجل ده عارف كل حاجة وعايش مع النادي وعايش مشاكله وعايش ازماته وعايش افراحه وعايش كل حاجة. طب ليه ما يبقاش موجود بس؟ جميل. اروح للاستاذ باسم في نفس الجزئيه، وزي ما الحاج محمود قال الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، لكن مجلس منتخب السويس مجلس متفاوت في الاعمار، واكيد كلهم اصحاب فكر ورؤى. البعض بيشوفوا ان ده اختلاف لاختلاف الفكر، كل واحد بقى في جيل غير الجيل. أيوة. انا عايزك تشرح لي القصه دي، يعني انت مع ده، انت شايف ان ده اختلاف ايجابي لصالح النادي؟ طبعا طبعا، ما فيش حاجه اسمها راي وامشي عليه. في المجلس من حسن الحظ التوليفه بتاعته جايه بشباب وحماس، وفي ناس اعمارهم المتوسطه بين الناس ذو الخبره والقامه والافكار، وبين الشباب المتحمسين، وفي النص كل واحد بيقول رايه. يعني كل واحد بيقول رايه على الترابيزه. على الترابيزه، وبيبتدي يتقرب وجهات النظر، وبنوصل زي ما قال الحاج محمود دلوقتي. كانت العمليه ايه؟ ان واحد اختار انا عاوز ده وده عاوز ده وانا عاوز المدرب ده والمدرب ده، وفي الاخر رست على ان احنا على الترابيزه بالتصويت جبنا المدير الفني. الافكار بتاعت الشباب عندهم حماس، في حمقى وفي تجارب، وفي الناس متمثله مثلا في الحاج اسماعيل والحاج محمود الريدي، ويدي الحاج محمود الريدي يلم افكار الناس دي ووحدهم وابتدى الكلام. طب انا عايز اوضح للناس، علشان الكلام اللي بيطلع في المواقع الالكترونيه او في بعض الصحف، ان الخلاف كان خلاف قوي لدرجه غضب وانفعال وخروج من المجلس وترك الجلسه. انا عايز الكلام ده حصل ولا ما حصلش، او التوضيح على الاقل. يعني انت فاهمنا انا اقصد ايه؟ ان المهندس اسماعيل لا ساب الجلسه، لا انا معترض على الكلام اللي انتوا بتقولوه. فده اللي انا عايز توضيح من حضراتكم. اتفضل يا حاج محمد. المهندس اسماعيل بدرة ليه طقوس في رمضان. لازم يكون في بيته الساعة 12. هو راجل متدين وراجل بيعمل نظام معين في رمضان، بيعمل يقعد يقرا قرآن لغاية الفجر او قبل السحر وحاجات زي كده. فهو قال لنا يا جماعة، احنا كان في الاول خالص قال الاجتماع بعد العصر، قلنا له ما ينفعش لان احنا نيجي صايمين. وقال طب انا لو جيت بعد الفطار يبقى نمرة 1 بعد التراويح، نمرة 2 اروح قبل 12. اروح قبل 12. جميل. ده قال لنا كده فعلا. تمام. فلما جينا احنا اجتمعنا وبنتكلم وبنتناقش وبنقول افكارنا وافكاره، فجت الساعه 12 فقال استاذنكم لان الميعاد. فكملنا. جميل. وخدنا قرارات. يعني خدنا قرارات جميله، يعني حتى عيننا مشرف على الكوره. هنيجي لها القرارات، بس خلينا في الجزئيه دي الاول. فكملنا. الجلسه ما كملتش، احنا قعدنا لغايه يمكن الساعه 2 او 1:30. فطلبنا من الزملاء ان احنا نكمل الجلسه تاني يوم. المهندس اسماعيل بدرة جه تاني يوم وقعد معانا واتكلم معانا ووافق على اللي احنا قلناه. جميل. وقال انا معاكم طالما دي رغبتكم، انا معاكم وبساندكم. برضه جت الساعه 12 مش اسماعيل بدر، مهندس اسماعيل بدر لظروفه. مش تمام. لا هو الراجل واضح وبيقول ان دي الحاجات انتم متفقين معاها عليها. وقال لنا كده، قال لنا قبل الاجتماع كده، قبل ما يبقى فيه
راي وراي اخر يعني. يعني مش اللي هو مشي غاضب، لا 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 هو لا لا الراجل لا. متفق معاكم على وضع معين. حتى محضر مجلس اداره ما فيهوش الكلام ده يعني. تمام. وحتى احنا انا بسال حضرتك حاج محمود واستاذ باسم ليه الكلام اللي بيتكتب ثم خرج المهندس اسماعيل بدرة غاضبا من الجلسة وتوسط الحاج محمود الريدي للتقارب وجهات انا بتكلم مش عيب ان احنا نختلف، لكن هي كانت خناقة ولا كانت الامور مجرد اختلاف عشان نوصل لمصلحة النادي؟ هو هقول لسعادتك، احنا لما قعدنا الجلسة مرتين، فاحنا قعدنا مع المهندس اسماعيل بدرة بره النادي مع 2 من اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ اسامه الموشي والاستاذ محمود عطوة، وقعدنا مع بعض عشان اذا كان في اي خلاف او اي حاجه بنصفيه. فالراجل قال لك لا دي انتوا رايكم كده وانا معاكم وراي الاغلبيه. حتى انا يعني قلت لو 5 قالوا حاجه و6 قالوا حاجه احنا مع الست والكل راي واحد بالظبط كده. فقلت له، حتى قلت له يعني انت بالنسبه لي انا شخصيا، انا المهندس اسماعيل بدرة اول مره بعود مجلس الاداره سنه 83 كان هو موجود. نعم. وانا بعتبره استاذي ومثلي الاعلى واخويا الكبير، وبكن له كل حب وتقدير واحترام. قلت له اوعى تفتكر او تزعل مني يعني، لان انا قلت رايي غير الراي بتاعك، انا مصلحتي النادي وانت مصلحتك النادي، بس انا ليا وجهه نظر وحضرتك وانت ليك وجهه نظر اكيد. وقمت بوسطه حتى يعني، ومفيش حاجه خالص، وكل يوم بقعد معاه. هو ده اللي احنا بنوضحه بس للجمهور او جمهور السويس عشان يبقى فاهم. ساعات مش انا يوميا قاعد مع المهندس اسماعيل بدرة. ايه الكواليس اللي موجوده؟ اتفضل استاذ خالد. عاوز اقول ان احنا اخترنا في اليوم الاولاني الكابتن خالد وكمل الحاج اسماعيل، والحاج اسماعيل جه عليه الساعه 12 زي ما بيمشي. اما جينا سيبنا الجلسه مفتوحه لليوم الثاني جه رئيسها، يعني معناها ان هو موافق، والا ما كانش جه اليوم الثاني. وهو قال بدل انتوا خلاص وافقتوا انتوا ال10 على ملحوظه جميله جدا الكابتن خالد.